بسم الله. جايلي توجيه من الأستاذة الفاضلة على البيج، بتقول لي الحفاظ على الحماس في حياتنا. خليني أقول لحضراتكم حاجة. في منطقة في حياة كل بني آدم فينا اسمها منطقة الراحة. منطقة الراحة دي هي الأمور كلها اللي بنعملها واخدين عليها روتينية، بنأديها بأريحية. زي مثلا سيدة فاضلة بتطبخ بقالها 50 سنة، فالموضوع بالنسبة لها سهل جدا، فدي منطقة راحة. زي حد بيسوق عربية بقاله كتير، دي منطقة راحة. زي حد بيلعب رياضة معينة بقاله كتير، دي منطقة راحة. الواحد لما بيقعد في منطقة الراحة كتير بيصاب بالملل، لأن الروتين عادة بيبقى ممل حتى لو الحاجة اللي أنا بعملها بحبها. علشان أفضل محافظ على الحماس أو أرجع الحماس لحياتي، لازم أطلع رجل من رجليا الاتنين بره منطقة الراحة دي. يبقى لازم دايما أبقى بستكشف في الحياة ما هو جديد. يعني مثلا الكلمة الشهيرة قوي دلوقتي بتاعت أنا ما عنديش باشن، ما عنديش شغف لإني أعمل حاجة معينة. بنقول إن الحل البداية تبقى من عندي أنا، أعمل initiation قبل ما يبقى عندي شغف أروح أعمل حاجة جديدة. ساعات ناس تقول لك أنا هجرب حاجة من الحاجات اللي أنا كنت بحبها زمان بشكل مختلف، أو أجرب حاجة جديدة خالص عمري ما عملتها. يعني الفترة اللي فاتت كذا حد من أصدقائي ألاقيهم بيتعلموا لغة جديدة، لدرجة إن حد بقول له طب أنت هتفيدك في إيه؟ قال لي مش عارف دلوقتي، إن شاء الله هتفيدني في يوم من الأيام. وبعدين ثبت أن حتى تعلم اللغات الجديدة بيثير منطقة ما في المخ، بيعمل اسوسيشنز جديدة، تواصلات أو وصلات عصبية جديدة بتخلي البني آدم اكسايتد، يعني متحمس أكتر. الناس اللي عاشوا شوية، يعني اللي عندهم 40 و50 سنة، يقول لك أنا جربت كل حاجة خلاص، ومفيش حاجة منها حابب أكمل عليها، ومفيش حاجة جديدة تتعمل. الناس اللي بتقول مفيش فايدة لازم يراجعوا الكونسبت، المفهوم، لان مفيش فايده يعني انا ذكائي انا مش بشغله زي ما ربنا عايز. الله سبحانه وتعالى ادانا قدره على ايجاد بدائل وحلول بديله، دي من وظائف حتى العقل. البني ادم اللي بيعطل مننا يعني ما اداش نفسه فرصه انه يدور ويبحث، وده من اسباب قله الحماس او فقدان الشغف. بننصحهم ان هم نفس ذات الشيء اللي هو يعمله بطريقة مختلفة، وكل واحد مننا حسب ذكائه بقى. يقول لك مثلا أنا بلعب رياضة هو، بس الواحد زهق حتى من الرياضة، نقول له العب رياضة مختلفة. بشتغل برضو الشغلانة بتاعتي ومفيش فايدة، أو مش هعرف أشتغل شغلانة تانية، فنقول له اشتغل نفس الشغلانة بطريقة مختلفة، غير شكل مكتبك، غير الأدوات اللي بتستعملها، اتعلم في شغلك بحث جديد معمول وابتدي يطبقه.